السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ريتال للاكلات الشهيه. النهارده احنا هنعمل السمك المشوي السنجاري او المكاريل بطريقه سهله بجد، ومكونات بسيطه متوفره في كل بيت ومش هتختلف عن اللي بتجيبيه من بره نهائي. بجد الطريقه حلوه قوي، وانا كمان جايباها من صاحب المحل، فانتي كده بجد كان طعمه رهيب واحلى من اللي احنا بنجيبه من بره مليون مره. كفايه ان احنا عاملينه في البيت وضامنين نظافته. وكفايه كمان ان انتي يعني بجد شويتي السمك ولا اكني انت شويتي سمك، ما عملش ريحه زفاره نهائي. بجد الطريقه حلوه قوي. لو عجبك الفيديو اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. بجد شايفين هو بيتكلم عن نفسه، مش محتاج كلام. بجد واو. وكمان يعني ولا بهدلنا اي حاجه بجد، يعني طريقه حلوه قوي. يلا نشوف الطريقة مع بعض. لو عجبك الفيديو تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اول حاجة هنا يا ستي معايا سمكتين مكاريلا او سمكتين سنجاري. بتجيبيهم كده بيكون يعني ايه سمكة طازة، مش يعني مش يكون قاعدة في التلج كتير قوي علشان تاخدي طعمه حلو. وكمان تبصي تلاقي السمكية يعني حلوة معاكي، بتمسكيها تفتحيها من الظهر علشان تشوي السمكية. السمكية بتفتحيها من الظهر، ما ينفعش تفتحيها من بطن السمكية. بتفتحيها من الظهر وبتمسكيها تغسليها كويس جدا وتنضفيها كويس جدا وترشي عليها خل وملح وتغسليها بالفرشة كويس جدا، بحيث ان اللحم بتاعها يبيض ما يبقاش فيه اي دم او اي حاجة، وتشيل الزفارة منها نهائي. طبعا هنا بنجيب ورقة الفويل، معلش هنا بقى ورقة الفويل عكست الإضاءة فالإضاءة قلت شوية. بنقصها على قد السمكية بتاعتنا. هنا ورقة الفويل بقى هتخفف عنك كتير. يعني كنا الأول من غير ورقة الفويل كده كنا بنشوي السمكية في الصاج وبعد كده نفضل نغسل في الصاج بقى وكده. لا، هنا ورقة الفويل مش هتخليكي تحتاجي ان انت تحك في الصاج او تغسليه. هنا طبعا انا رشيت ملح على الفويل علشان السمكية تبقى سهل معانا في تطلعها من ورقة الفويل، وكمان السمكية تبقى متملحة من الظهر بتاعها كويس جدا. طبعا شايفين لما قفلنا والسمكية بورقة الفويل رجعت الإضاءة زائد التاني. طبعا بنقفل ورقة الفويل على السمكية كده زي المركب، بحيث ان ايه ما يخرجش اي دهون او اي سوائل. بعد كده بنملح السمكية كويس جدا، بنديها تمليحة كده خفيفة بحيث ان اللحم بتاعها يبقى مملح ما يبقاش دلع كده. وبنحط عليها معلقة كمون كمان على اللحم بتاعها عشان يبقى كده طعمها حلو جدا وريحة الكمون. طبعا سمك يعني كمون وليمون. طبعا هنرجع نعمل السمكية التانية بنفس الطريقة، برش ملح على الفويل بتاعنا ونقفل الورق الفويل على حوالين السمكية كده زي نظام مركب كده. بجد الطريقة دي هتغنيكي كتير جدا ومش هتخلي يعني بجد الطريقة حلوة قوي. وكمان السمكية هتطلع معاكي حلوة. السمكية طبعا دي انا هحط عليها مستردة. حطيت معلقة مستردة. معلقة المستردة دي اختياري، حابة تحطيها حطيها، مش حابة تحطيها ما تحطيهاش، بس يعني ايه بتديها طعم حلو. برجع اقفل السمكية تاني بالشكل دوت. وهنحطها بقى ايه، هنحطها في الفرن، مش هنشغل عليها الفرن، لا هنحطها تحت الشوال او نديها صدمة كده ونحمرها من فوق بحيث ان السمكية بتاعتي ما تجيبش مية وانا بشويها. يعني هندخلها نحطها تحت الشواية. خلاص قفلتها كويس جدا. هنحطها في الصاج بتاعنا، هندخلها بقى الفرن. نشغل عليها الشواية بس ما تشغليش عليها الفرن دلوقتي خالص. طبعا هنا ديت التتبيلة بتاعت السمكية بتاعتي. معايا بصلاية صغيرة، حباية طماطم، قرنين فلفل احمر، ومعايا كمان معلقة توم بودر وبصل بودر وكمون ومعلقة شطة. ومعايا هنا ربع كوباية خل، ربع كوباية زيت، عصير ليمونتين كبار، ومعايا توم كمان، توم صحيح. طبعا كل المكونات الحلوة بتاعتنا دي هناخدها في الخلاط او في الكبة
ونفرمها، مش هنحط مية نهائي. هو الزيت والخل هيضربوا الخلطة دي كلها معانا بالشكل دوت. هضربهم بقى وارجع لكم تاني. طبعا ده شكل السمك بعد ما طلع من الفرن. احنا ما شغلناش عليه الفرن، شغلنا عليه الشوايه. بيطلع بالشكل دوت، وبيطلع من الفويل بمنتهى السهوله. طبعا دي الخلطه بتاعتنا هي بعد ما ضربناها. هبتدي احطها على السمكيه بتاعتي وادخلها الفرن تتشمع تاني. المفروض الخطوه دي نعملها والسمكيه في قلب الفرن كده، يعني ايه، ما نطلعهاش، لا تعملي الخلطه بتاعتك دي وهي في قلب الفرن، بس علشان انا اوريكم طلعتها من الفرن ووريتها لكم. هترجعي بقى طبعا بعد ما بتحطي الخلطة بتاعتك دي بتشمعي، بتدخليها بس ايه تتشمع كده. ونشوف بقى الحشوة بتاعتنا الرهيبة اللي الكل بيتكلم عنها بجد. الناس يعني انا جبت الطريقة من صاحب المحل، الناس بتيجي مخصوص عشان خاطر الخلطة بتاعته والطريقة بتاعته كده. بجد الريحة بتاعت السمك بتجيب الناس من كل حتة. طبعا هنا جبت الطاسة بتاعتي، هنا معايا بصلاية، ومعايا كمان طماطمايه، ومعايا فلفل مشكل، وجزرايه مبشوره، وبقدون كزبره خضراء. وطبعا معايا فلفل احمر على فلفل اخضر، ولو حباها سبايسي بتحط فلفل حراق. يعني الخطوه دي ترجع لك، الفلفل الحراق او الشطه دول يرجعوا لك، بس يعني الحاجه لما بتبقى سبايسي بتبقى حلوه قوي، بتخلي الواحد ان هو ايه، بتشجع ان هو ياكل. طبعا بنزل عليه بالملح ومعلقه كمون، وهنزل عليه كمان بمعلقه توم باودر وبصل باودر. وبعدين التتبيله دي ترجع لك انتي حابه تحطيها، بس التتبيله دي كمان بتديها طعم حلو قوي. طبعا هناخدهم دلوقتي ونرفعهم على النار من غير اي دهون. هنديهم تشويحه كده بحيث ان احنا نسوي الخضار شويه، علشان ايه ما يبقاش ني معانا في السمكية. بنقلبهم كده، بصي يعني ما بياخدش مننا وقت لغايه اما الخضار يدبل معانا. طبعا البصلايه بنبقى مقطعينها جوليان رفيع كده بالشكل دوت، والجزر بنبشره، والطماطم بنقطعها مكعبات، والفلفل برضو بنقطعه مكعبات. طبعا بنفضل نقلب فيه كده وهو على النار لغايه ما يدبل معانا. طبعا شايفين اهو ده شكله كده دبل معانا اهو. هنشيله بقى من على النار. طبعا ده السمك بتاعنا بعد ما خد التشميعه او دخلناه الفرن خد التشميعه تحت الشوايه برضو. بعد كده بقى هنحط الحشوه بتاعتنا الرهيبه دي، ونشغل بقى ايه الفرن من تحت كده. مش هنحتاج ان احنا نشغل الشوايه من فوق كده، هنشغل الفرن من تحت بحيث ان السمكية بقى تستوي من تحت براحتها بقى، وما تعليش الفرن علشان السمكية ما تتحرقش منك. السوا بيبقى يعني ايه على نار متوسطة مش عالية قوي علشان ما يتحرقش منك. طبعا ده كده جهز معايا. طبعا ده كده بعد ما طلع من الفرن اهوت، شايفين المنظر بجد. يعني الصاج ما نزلش فيه اي حاجة، وتقدري تشيليها من الورق الفويل بمنتهى السهولة. وكمان انا بحط في الصاج قشر الليمون علشان ايه وهو بيتشوي تطلع ريحة قشر الليمون كده، ما تخليش فيه ريحة اي زفارة في قلب الشقة. بجد يعني شايفين المنظر. ومش هتتعبي في غسيل ولا في تنظيف ولا في اي حاجة. وكمان هوريهولكوا بعد التقديم الشكل بتاعه بيبقى الشكل ازاي. بجد انتي هتشوفي المنظر رهيب. وطبعا انا حطيت عليه بس رشة خضرة خفيفة كده ان هي تفتح اللون. لو عجبك الفيديو اشتركوا وفعلوا الجرس وشير علشان يوصل لكل الناس، علشان الناس كلها تستفيد. بجد الطريقة حلوة قوي، وكمان المكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت، وتقدري تعمليه بأقل التكلفة وأقل المكونات، وكمان ضامنة نظافته، وكمان من غير تعب ولا مجهود. يعني مش والله العظيم في ثواني كنت تخلصيه. بجد الطريقة حلوة قوي، يستاهل لايك بقى. متنسوناش في الشير واللايك علشان يوصل لكل الناس والناس كلها تستفيد. الطريقة حلوة قوي ولازم ان الناس كلها تستفيد منها. بجد هو